السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي متتبعي قناتكم يوميات فلاح. مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو. اليوم جيت إن شاء الله باش نشارككم واحد الموضوع حول الزيتون أو جني الزيتون. وكما تعلمون فمنطقة الشاوية في هذه الفترة أواسط شهر أكتوبر إلى أواخر شهر يناير كيعرف انطلاق موسم جني الزيتون. كما أن الأنواع التي تزرع في هذه المنطقة عندنا هنا كاين 3 ديال الأنواع أساسية. كاين ما يسمى بالبيشلا ماروكان، وكاين المنارة، وكاين نوع ثالث كنقولوا ليه الحوزية. وهادو بين قوسين كيتسمى شجر الزيتون البلدي، على غرار شجر الزيتون بين قوسين اللي كنقول ليه الرومي، والمستورد من اسبانيا او ايطاليا. وهذا النوع هذا اللي هو المستورد فهو معروف بقصر الحجم ديالو، وكيوجد بكري وتيعطي نسبة كبيرة ديال الزيت، لكن بجودة أقل من جودة الزيتون المحلي البلدي. ودابا الحمد لله 3 سنين باش بدا يعطينا الزيتون الغلة ديالو، فهي غلة قليلة جدا لأنه يلاه بدا، لأن عمر هاد الشجر الزيتون ما كيتجاوز 5 سنين على أبعد تقدير. وكباقي الأشجار كل ما عطيتيه الماء بزاف والأسمدة العضوية إلا ويعطيك غلة كبيرة، وتستافد حتى من سنوات ديال الغلة في بلاصة ما 10 سنين باش يعطيك غلة كبيرة. ربما قد يصل الأمر بك حتى 7 سنين أو 8 سنين، يعني أنا كتستافد عامين إلا تهليتي في الشجر. وبالنسبة للكمية اللي تم جنيها فأنا غنقوم بالترقيد ديالها لأنها نسبة قليلة، لأنها غير كافية باش تقوم بالعصر ديالو. وشحال من واحد دابا يقدر يتسأل يقول باش كتعرف بأن هذه الفترة باش خصك تجني الزيتون؟ والجواب سهل جدا. الفترة هي ملي كيوصل تقريبا تلقى الثلث ديال التمرة ديال الزيتون أخضر، والثلث الآخر أحمر، والثلث الآخر أسود. فهذه الفترة الجيدة لجني الزيتون من أجل عصره في المطحنة، ويكون الزيت فيها جيدا وذو قيمة مرتفعة ونسبة الحموضة مناسبة تماما. وفي الأخير أتمنى أن تكونوا قد استفدتم ولو بمعلومة واحدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.